نورة 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 بنت من البنات، مصرية الملامح والروح والصفات. نورة 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 بنت من البنات، مع ضي الشمس بتصحى وتفتح للكون أحضانها، وكما بنت في الأساطير بتطير ورا نور أحلامها. نورة 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 بنت من البنات، حفيدة نفرتاري كليوباترا وحتشبسوت، لا تعرف معنى اليأس ولا تقبل حلم يموت، وكل يوم نورة في حكاية من الحكايات، وكل يوم جديد أجمل من اللي فات. نورة 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 بنت من البنات، ومين اللي يمنع نورة تحقق معجزات، وهي بنت اللي قدروا يبنوا الأهرامات. نورة بنت من البنات، مصرية الملامح والروح والصفات. نورة 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 بنت من البنات. ميس رضوى، ميس رضوى، يارا، انتي واقفة هنا ليه؟ مستنياكي من بدري عشان تدخليني المدرسة. أدخلك إزاي من غير والدك أو والدتك؟ ما انتي عارفة إن عندك استدعاء ولي أمر. يا ميس أنا أهلي ما عندهمش وقت يجوا معايا. يعني إيه ما عندهمش وقت؟ مش فاضيين، عندهم شغل. أنا قلت لهم إن عندي استدعاء ولي أمر، قالوا لي وقت ما يفضوا هيجوا، وأنا أكيد مش هفضل محرومة من المدرسة لحد ما يفضوا. معقولة؟ طب وهم عارفين إن ده ممكن يعرضك للفصل؟ للأسف هما دايما ما بيهتموش بأي حاجة تخص مدرستي. حضرتك عمرك شفتي أهلي في أي مناسبة في المدرسة؟ لا، عمري ما شفتهم قبل كده، ده حتى يوم الأوبن داي ما جوش. أنا ما بحبش أي مناسبة أو مسابقة في المدرسة عشان ببقى لوحدي من غيرهم. يارا يا حبيبتي، ده أكيد غصب عنهم. ما أنا بقول لنفسي كده برضه، بس بكتشف إنهم بيبقوا فاضيين بس مش مهتمين. مش حقيقي، مفيش أهل مش مهتمين بولادهم. أنا هكلمهم ونتصرف. تعالي معايا دلوقتي ندخل للمدير، هنستأذنه عشان تحضري دروسك. تيتا، أوعدك أول لما تقومي إني هسمع كلامك، وعمري ما هاخد من حد حاجة تاني، وزي ما كنتي بتقولي لي خليك راجل واصبر لحد ما الحاجة تجيلك، هعمل كده والله العظيم. أنا مش عايز حاجة أصلا غير إنك تقومي يا تيتا. وأوعدك مش هضايق ولا بابا ولا ماما ولا هعلي صوتي عليهم تاني، وهجيلك أوضتك أحكيلك كل اللي بيحصل معايا، وهسيبك تغني لي أغاني الأطفال اللي أنا مش بحبها دي، ومش هحط إيدي على ودني وإنتي بتغنيها لي، وهخلص طبقي كله. قومي بقى يا تيتا. يا رب أنا هعمل كل حاجة بابا وماما عايزينها مني، ومش هكلم مراد وعلي، وهبطل أزعل حد، ومش هصاحب ناس أكبر مني تاني، بس خلي تيتا تخف. هي بس محتاجة إنها تحضر دروسها لحد ما أهلها يعرفوا يستأذنوا من الشغل ويجوا. حاضر، الاستثناء ده عشان خاطرك بس يا مس رضوى، وعشان دي أول مرة يارا يجيلها استدعاء، لكن مش هقدر أستنى أكتر من أسبوع. لازم تبلغيهم يا رضوى بنفسك في التليفون إنهم لو ما جوش في خلال أسبوع ده هيعرض يارا للحرمان من دخول الامتحانات. مفهوم، أكيد هتكلم معاهم. أستأذنكم أرد على التليفون وارجع. شكرا يا ميس رضوى، أنا كنت فاكرة إن حضرتك مش بتساعدي غير نورة بس. معقولة يا يارا تفكري كده؟ انت اللي مش بتيجي تطلبي مساعدتي، مع انك لو احتجتيلي في اي وقت هتلاقيني جنبك. بجد؟ بس ده ما يمنعش اني زعلانة منك. أنا قلقانة قوي،
الدكتور قال لنا امبارح إن الحالة مش مستقرة. اتفائلي يا نورة وادعي لها. كل البنات لما لقوكي غايبة النهاردة كانوا عايزين يجوا المستشفى. الناس كلها بتدعي لها يا نورة. إن شاء الله تيتا هتبقى كويسة، هتبقى كويسة وبخير بإذن الله. يا رب تقوم بالسلامة. بس يا يوسف، شايفة بيحبك إزاي؟ قول لها إنك بتحبها. هو بيفهم لغة الإشارة؟ ما افتكرش، بس أنا بسلي وقتي واو بتعلمها احتياطي. شكله نفسه ينام. كان يوم صعب جدا عليه. الصبح قبل المدرسة كان ميعاده الشهري في المركز، وللأسف كل ميعاد لازم يكون صاحي طول الليل وينام هناك الصبح تحت قياس السمع بالكمبيوتر عشان نعرف حالته بتتحسن ولا لأ. صعب قوي إن طفل يفضل صاحي بالعافية. ربنا معاه ومعاكي يا ميس. ده أنا بقلب له أراجوز والله. نورة، انت مش مركزة. أنا آسفة يا كابتن، عندي ظروف عائلية ملخبطاني شوية. ما كنتيش تيجي يا نورة، خدي استراحة وأما تبقي جاهزة ارجعي. شكرا يا كابتن. ازيكم؟ لايف النهاردة مهم وحكايته ليها مكان مميز في قلبي. حكاية النهاردة عن ست جميلة قوي وبسيطة جاية من منطقة ريفية. جوز الست دي كان شغال في هيئة السكك الحديدية وتوفى وهي في سن صغير قوي. ما حسستش ولادها بأي عجز ولا نقصتهم حاجة، وبمعاش جوزها القليل قوي عرفت تعلمهم أحسن تعليم. قدرت تدخل ابنها الكبير تجارة وابنها الصغير هندسة. ومش بس كده، دي جوزتهم وساعدتهم في تجهيز بيوتهم. واما اطمنت عليهم وعلى أحفادها ما نسيتش نفسها. قررت ترجع تكمل أكتر حاجة هي بتحبها في الدنيا، تعليمها، لدرجة إنها بتدرس الماجستير وهي فوق 65 سنة. الست دي تبقى جدتي فريدة، اللي هي فعلا فريدة، وأنا بفتخر بيها إنها جدتي وإنها السبب في كل حاجة حلوة في حياتي. حتى هاشتاج دوي يا نورة هي كانت جزء منه. هي أول واحدة حسستني إن صوتي مسموع. هي الأمل اللي في بيتنا. أرجوكم ادعوا لها، لأن صدقوني هي محتاجة الدعاء. شكرا ليكم، مع السلامة. أنا جدتي دخلت المستشفى بسببك. الله، وانا مالي؟ انت اللي بعت الفيديو لبابا وخلتني اتخانق معاه، وبسبب خناقتي دي جدتي وقعت. مش انا اللي بعت الفيديو، الراجل كان عايز فلوسه، ولما لقاك عيل قرر يجيبها بطريقته. هو انا فعلا عيل اني سمعت كلامك ومشيت وراك؟ بقولك يا نور يا صغير، انت عايز ايه دلوقتي من علي؟ انا مش عايزه اعرفه ولا اعرفك تاني. نور، انت اللي دايما بتحتاج لنا وتلجأ لنا، مش العكس. انت اللي بتجري ورانا وبتتحمى فينا. وصدقني مش هعمل كده تاني. يا ريت تبقى قد كلامك بقى، اهو على الاقل تثبت لنا انك راجل ولو مره. يلا بينا يا مراد، ده عيل. لا، ده صغير. يبقى عيل صغير. عيل صغير. ازيك؟ اسمك ايه؟ ازيك؟ اسمك ايه؟ ازيك يا ماما؟ اخبار الشغل معاكي ايه النهارده؟ ده النهارده اليوم في المدرسه كان مليان. معقولة يكون اللي في دماغي صح؟
برافو يا نور إنك بعدت عنهم، هم مش من سنك ولا شبهك. وموضوع الفلوس ده بقى لينا قاعدة تانية فيه، احنا لازم نتكلم ونشوف انت ليه عملت كده. أنا لو ما كنتش جبت الحاجات دي تيتا ما كانش هيحصل لها حاجة. لا يا حبيبي، ده اسمه نصيب، وانت مالكش ذنب. تيتا عيانة وبتاخد دوا من بدري، وربنا بيحبها إن إحنا كلنا كنا جنبها في الوقت ده ولحقناها. قول الحمد لله يا نور وادعي لها. أنا وعدتها إن هي لو فاقت هعمل لها كل اللي هي بتحبه. افهم من كده انك هتاكل الكوسة والقلقاس يعني؟ كوسة وقلقاس أمها اللي هاكلهم. المهم إنها تقوم. الحمد لله المريضة فاقت. الحمد لله يا رب. الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. ألف حمد لله على سلامتك يا ست الكل. البيت كان وحش قوي من غيرك. أنا آسف يا تيتا، ما كانش قصدي إنك تزعلي مني. كان لازم أتعب عشان ترجع نور اللي كلنا بنحبه. أنا صلحت كل حاجة غلط عملتها. لا والمفاجأة بقى يا ماما، نور قرر ياكل الكوسة من ايدك أول ما تخرجي. لا 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 لا، أنا هقوم أجري، خرجوني حالا. نورة الحقيني، أنا في كارثة. نورة 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 نورة. بنت من البنات مصرية واسم مصر، وسام على صدرها لسه للدنيا طالعة، ومعاها الصبح طالع ونداها على شعرها. ونورة شايلة ايه في محارة قلبها، أفراح وحنان وطيبة وأحلام من سنها. بنت من البنات مصرية واسم مصر، وسام على صدرها، رقيقة بس جريئة وواثقة في نفسها، عارفة هي مين وهي رايحة فين، وعارفة ازاي هتحفر عالصخر اسمها. العالم كله ورد وهي فل، ما يسوى نص ضحكة حلوة منها. بنت من البنات مصرية واسم مصر، وسام على صدرها.